السلام عليكم حبايب قلبي، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. يلا نخلل مع بعض الزيتون الجميل. هنخلل الزيتون الأسمر بطريقة جميلة جدا وبسيطة. هنجيب الزيتون بتاعنا، أنا جبت اللي هو الزيتون التفاحي الأسمر. بنغسله كويس جدا ونغيره المية لمدة 3 أيام بس مش أكتر، يعني بنجيبه يوم ما بنجيبه وكمان يومين اتنين، اليوم التالت بنخلله فيه علشان يطرد المرارة اللي تبقى موجودة. بعد ما ال3 ايام عدوا بقى، جبت بقى قرون شطة حامية وجبت معايا الليمون، طبعا متوفر معانا بس انا استخدمت 5 حبات بس لان هو كيلو مش كتير. هنجيب بقى الازايز او البرطمانات اللي احنا هنخلل فيها الزيتون، ويا ريت زي ما قلت لكم قبل كده كل ما الحاجة اللي احنا بنخلل فيها الوش بتاعها بيبقى ضيق، كل ما المخلل بيتحفظ معانا مدة اطول وما يبص مننا. انا جبت ازاز بتاعة العصير كده، يعني الكيلو هعبيهم في ازازتين. هبدأ بقى أعبي الزيتون بتاعي، وكمان هحط معايا اللي هي قرون الشطة الحامية، وناخد بالنا ان هي شطة حامية مش باردة ولا حمرة. الأخضر الحامي هو اللي بيعيش يا جماعة، بالنسبة ان هو هياخد وقت على ما يستوي. لو حابة ان انتي تركنيه تخزنيه، بس يفضل لو احنا هنخزن لرمضان نعمل زيتون من الأخضر، هو كزيتون خزين بيعيش أكتر مدة طويلة، كمان يقعد معاكي للسنة بيبقى جميل جدا. انا بقى عبيت الازاز بتاعتنا، هما الازازتين اخدوا الكيلو كله. حطيت القرون زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بقى نجيب محلول المية بتاعنا، ونجيب الليمون اللي احنا كنا جايبينه من شوية. انا بقى عصرت الليمون اللي كان معايا، انا استخدمت بس 5 6 حبات مش اكتر، لان هو كيلو كده كده الازايز صغيرة، يعني كل ازازة واخدة نص كيلو. هننزل بقى بعصير الليمون الاول. كل ازازه كده نصصت الكام ليمونه اللي انا جايباهم كده عليهم الاتنين. وكمان هنزل معلقه صغيره من هريسه الشطه الحاميه مش البارده. لو انتوا بقى بتحبوا الاكل مشطشط بقى ممكن تزودوا الشطه دي اختياري، بس اهم حاجه بنحط الشطه بارده. وكده كده اصلا في قرون شطه، بس انا ما حطيتش غير كام قرن برضو علشان المساحه بتاعه الازازه صغيره، وعشان مش عايزاه يبقى حامي قوي. جبت بقى اللي هي القشور بتاعه الليمون، ما بنرميهاش بنستخدمها، بس انا ما حطيتهاش كلها لان الازاز زي ما انتم شايفين ما هياش واخده. بنحطها على الوش كده كعازل بين الزيتون والهواء. هنجيب بقى المية بتاعتنا، دول حوالي 3 كوبايات من المية، نزلت عليهم ب3 معالق كبار من الملح، يعني معدل كل كوباية بتاعة العصير عليها معلقة كبيرة من الملح. بندوبهم كويس جدا. بعد كده هنغطي الزيتون بالمية. والتركية بقى المهمة جدا ان احنا بعد ما بنغطي الزيتون بنحط حوالي 3 4 معالق من الزيت، لان احنا زي ما شايفين الازازة الوش بتاعها ضيق، فمش هناخد كمية زيت كتير. هنحط بس شوية زيت صغيرين علشان تبقى دي الطبقة العازلة بين الهواء وبين الزيتون، علشان مفيش حب يمر مننا من فوق. بنقفل بقى عليه، ودوت ما بياخدش كتير زي الزيتون الاخضر، حوالي 20 يوم او شهر بالكتير بتبدأي تطلعي منه. بيبقى جميل جدا. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى اكون افدتكم، ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.